السلام عليكم، مرحبا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يبقى كل بخير وصحة وعافية. طبعا اهنئكم بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك. اعاد الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية، وربي يتقبل الطاعات ان شاء الله، ويا رب يتحقق كل امانيكم وراحة البال للجميع ان شاء الله. الفيديو اليوم بنات راح نسوي الكليجة العراقية. أكيد كل بيت عراقي ما يخلى من الكليجة بالعيد. المكونات مالتها كيلو طحين والزبد. إذا ما تردون زبد تخلون دهن فاخر أو دهن حار كيفكم، بس ما تخلون الزيت العادي لأن يتيبس. وهيل مطحون وشوي شكر حسب الرغبة، وقليل من الملح يعني هيك رشة بسيطة. والحشوة مالتها تخلون تمر بنات، أو تخلون مبروش، أو تخلون سمسم وجوز، أو الحلقوم، انتو كيفكم شلون تحبوها. وتضيفون عليها قشطة. همتها القشطة تخليها بنات كلش هشة وطيبة. شوفوا ان انا بديت بالشغل مالتها. خليت قلت لكم كيلو طحين وخليت عليه الهيل، كثروا من الهيل يخلي ريحتها كلش طيبة والطعم مالتها يصير طيب. وخليت ملعقة مال أكل شكر مثل ما تشوفوها بنات، وخمرة كلش قليل. أكو ناس تسويها بالبيكنج باودر، أكو ناس تسويها بالخمرة. إذا تخلوا الخمرة بنات خلوا شي بسيط من الخمرة حتى ما تنفش هواي عندكم، وهميته وتخلوها بالقالب ما تخرب الشكل مالتها. هنا أنا خلطتهم كلهم سوا، وبعدين ذوبت الزبدة. طبعا أخليها بحرارة الغرفة وهي تذوب لحالها مثل ما شفتوها، ما ذوبتها بشي يعني أخليها تصير حارة على مود اللي عندي السمرة. وهنا أنا بديت أخليها على الطحين وأبدي أخلطهم كلهم سوا. من يصير عندي الطحين شلون الرمل يعني يتجانس هو والزبد، هنا أنا بعدين أعجنها بالقشطة بنات. شوفوا أستمر بهذا الشكل لحد ما كله يتجانس عندي. بعدها أضيف القشطة. هاي القشطة مثل ما شفتوها أضيفها كلها عليها، وأظل أعجن العجينة مالتي بالقشطة. قلولي شلون أجواء العيد يمكم. طبعا احنا هنا نسوي هاي الكليجة وهاي السوالف حتى نحس بطعم العيد. أكيد العيد يختلف بالدول العربية، يختلف بلمة الأهل والأقارب، وناس تجي على ناس، ناس تروح على ناس. طبعا بالعافية عليكم. الأجواء هناك كلش حلوة، وربي يديمها عليكم وعلى جميع المسلمين يا رب، وربي يتقبل الطاعات منكم. شوفوا بنات هنا بعدين من عجنتها بالقشطة، بعدين جبت كوب من الحليب السائل ضفته عليها وظليت أعجنها بنات حسب نوعية الطحين. إذا شفتوا هالعجينة بعد محتاجة حليب تخلون حليب وتبون تعجنوها. وإذا الكوب الواحد اكتفيتوا بيه أنا ضفت بنات كوب واحد مو أكثر. والعجينة مالتي صارت متماسكة وكلش حلوة مثل ما تشوفون شكلها. وهنا أنا ضفت عليها قليل من الزيت يعني هيك بس مساحة الوجه، وعفتها شوي ترتاح بين ما أسوي الحشوة. هنا أنا الحشوة مالتي سويتها تمر، حمسته بشوية زبد، وضفت عليه الهيل، وضفت عليه الكزبرة، وضفت عليه السمسم. وهنا أنا الحلقوم. طبعا اكتفيت بس بذن الحشوتين لأن بس ذن اللي حبينا احنا. وهنا العجينة صارت كلش حلوة. شوفوها شلون مرت أشكلها يعني كلش حلوة وطرية وهشة بنفس الوقت. وهنا أنا بديت أشكلها. أتمنى منكم بنات ما تنسوني من اللايك وكلامكم الجميل، واللي ما مشترك بالقناة أتمنى يشترك بقناتي. ومودتي واحترامي لكم، وربي يحفظكم ويسعدكم إن شاء الله. هنا أنا بديت أشكلها، سويت لكم كم قطعة. والفيديو مثل ما شفتوا طبعا هي أخذت مني وقت كلش طويل، بس أنا ما طولتها عليكم، سويتها كلها 6 دقائق. أتمنى 6 دقائق يعني
ولو شي بسيط تشاهدونه إليه وتعرفون التعب والمونتاج، وهاي أتمنى هاي الشغلات يعني ما تنسوها. قولوا لي انتوا سويتوا كليجة او اشتريتوا كليجة؟ سويتوا؟ طبعا الدول العربية يسموها معمول، احنا العراقيين نسميها كليجة. اكو الموظفات او المعلمات او يعني اكو قسم من البنات ما يلحقن فما يسوونها، يشترونها جاهز. واكو ناس يعني تحس بطعم العيد الا تسوي الكليجة بالبيت ويا اللمة وهاي. وهنا أنا أشوف شكلها شلون صارت خبر، يعني ولا عبالك ليه جاتشنها بقلاوة، شوفوها الشكل مالتها يحكم. هنا أنا مسحت الوجه مالتها بقليل من صفار البيض، لا تخافون بنات ما راح تصير أي ريحة مال بيض ولا شي. أو تردون تمسحوها بالحليب وشوي زيت، يعني تخبطون حليب وزيت وتمسحون الوجه مالتها انتو كيفكم. بس أنا مسحتها بالبيض وماكو أي طعم مال بيض ولا ريحة بيض ولا شي. وهنا أنا دخلتها بالفرن فوق وجوا شغلته، وهذا شكلها تخبل وطرية بنات وكلش طيبة والله طلعت. وسهمنا وسهمكم العافية، وأرجع وأقول مرة تانية كل عام وأنتو بألف ألف خير.